المنديل يا مرسال المراسيل وسلم ع حبيبي خدلي بدربك هالمنديل واعطينا حبيبي. ويسعد لي كل اوقاتكم وتضلوا بألف خير وصحة وعافية ان شاء الله. نهار جديد وروتين جديد، ولي كم يوم ماني نزلت لكم شي، فقلت يا بنت ما بصير لازم تنزلي شي لمتابعينك الحلوين. يخلي لي قلبكم، يسعد لي هيك كل اوقاتكم يا رب. بدأنا اول شي صباحنا بفنجان قهوة، خلصت قهوتي وقمت بسرعة هيك نظفت البيت، كنست مسحت جليت جلياتي، وبعدين رح بلش بالطبخة. رح اعمل معكم اليوم شوربة سهلة وسريعة وما بتاخد من وقتكم شي، وبطنجرة واحدة على النار، ما رح تطلع لكم جلي ابدا صدقوني، والولاد كتير رح يحبوها. تابعوا معي الخطوات لحتى تعرفوا شو رح نحط لهي الشوربة. عندي اول شي بطاطا، فرمت البطاطا مكعبات، والجزر كمان فرمت المكعبات، وعندي هون صدر الدجاج كمان فرمته مكعبات. بقلي اول شي صدر الدجاج، بعد ما بتقلى عندي صدر الدجاج عندي هون بصلة حبة كبيرة كمان بفرمها مكعبات وبضيفها فوق الدجاج. طبعا هون الدجاج بيكون تقلى عندي منيح، انا هون ضفت البهارات، ضفت ملح وضفت بهار ابيض للصدر الدجاج. وبعد ما تقلوا عندي منيح البصل مع صدر الدجاج بضيف البطاطا والجزر وبعملهم هيك تقليبتين 3. بغطي فوقهم حتى الخضرة تطلع ميتها، وبعدين بضيف عليها المي. وانا عندي هون الشعيرية بحمصها لحتى اضيفها فوق الشوربة كمان. هون شوفوا بعد ما استوت عندي الخضرة هيك نزلت ميتها، ضفت المي وبضيف 4 مكعبات ماجي، وبضيف الشعيرية اللي قليتها. انا هون حسيت الشعيرية اللي قليتها اول مرة كانت قليلة، فرجعت قليت الشعيرية وضفتها. ما شاء الله والله ريحتها كتير طيبة، صدقوني جربوها، الولاد عندكم كتير حيحبوها، وسهلة وطيبة، وخصوصا بهذا الجو بتعرفوا صاير هيك الجو كنت تقول رجعان الشتاء من اول وجديد، فلهيك بنرغب الشوربات والشغلات السخنة. تغدينا، خلصت جليت جلياتي وقلت يا بنت بما انه جو حلو اليوم خلينا نطلع. ما شاء الله شوفوا لي حتى الورد بلش يتفتح، بلش الربيع. سبحان الله، ما في أحلى من الصيف وما في أحلى من الربيع. أنا ضد عقل الشتاء يعني. ابني عم بيقول لي ها ايه ماما انا ما بحب الشتاء ابدا، ما في احلى من الصيف يا جماعة. الصيف كيف يعني فيكم تطلعوا باي وقت تحسوا يعني لما بتطلعوا بتنبسطوا، بالشتاء تطلعوا مي وجأجأ ما بعرف، ما يعني انا والشتاء ما نرفقات ابدا. لا تملوا من الحلقة، اصحكم حطوا بريق الشاي وجنبها صحن البزر وتابعوا معي هالحلقة. رح اصور من اول ما بطلع من البيت لحد ما بوصل. وشوفوا لي على هالطقس ما احلاه، ورغم اني انا كنت هون طالعه على العصر، يعني لو بطلع الظهر لسه بيكون الطقس احلى واحلى. شوفوا هي الحديقه كانت قريبه من بيت رفيقتي، ولادي هيك حبوا يوقفوا شوي يطلعوا على المناظر وعلى الطبيعه، ما في احلى من الطبيعه صدقوني. وكان في هون دجاجه كانوا عم بيطلعوا عليها اولادي كنت حابه كتير افوتهم شوي على الحديقه يلعبوا هيك، بس بصراحه ما كان في مجال، يعني بقيها نص ساعه وراح يصير الغروب، فبس هيك وقفنا شوي وبعدين كملنا طريقنا.
انا هون وصلت يعني مثل ما قلت لكم كان بقيان شوي ليصير الغروب، فبلش الغروب. رح صور لكم. ما شاء الله كان كتير المنظر حلو. اخذت هيك الوقت معي انا عم بصور وهيك، فما طلعت الا هيك ما شاء الله والله غابت الشمس. وصلت عند رفيقتي ودقيت عليها الباب وبلش الاهلا والسهلا وعلى كيفك وشو اخبارك والذي منه. واول ما فتت نطيت على الشباك واخدت لكم كم لقطة للغروب. ما شاء الله كان المنظر كتير حلو. وهي هون عملت لنا قهوه سلم دياتها، بس الله وكيلكم كل ما بدنا نجي ناخذ لقطه للقهوه فبينتزع، واخر شي هذا اللي طلع معنا. رجعنا على البيت وعلى المكسر يا بطيخ. ما شاء الله قسمت لكم هالبطيخه. شو بطيخه طلعت حمراء ومثل السكر طعمتها. قسمت اول شي لاولادي وبعدين قطعت صحن لإلي، وهيك كان عشانا لليوم. وصلت معكم لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وتضلوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله.